خليو هذا الشيء ونهضروا على المعيشة اليومية، نهضروا على ما يؤكل وما يشرب يوميا. كيف غيستطيع هذا الأب وهذه الأم توفر واحد القفة كريمة تحفظ كرامة أسرتها أمام هذا الغلاء المتوحش وهذا الغلاء المفتعل وهذا الغلاء الذي يرمي إلى التضييق على الأسرة للدفع بها نحو التفكك؟ كيف سيواجه هذا الأب وهذه الأم الأبناء ديالو وهو عاطل عن العمل وغيقول له أبا أنا تشهيت واحد البنانة وتشهيت واحد التفاحة، وأن لا يجد في نفسه القدرة على أن يلبي لأبنائه أبسط مقومات الحياة؟ كيف تساهم الحكومة في استمرار هذه الأسرة وهي مسؤوليتها الدستورية؟ قانون الدستوري يقول بوضوح على أن الدولة تتحمل مسؤولية المحافظة على الأسرة وتنميتها. كيفاش ممكن على أننا نحافظ على هذه الأسرة أمام هذه الضغوطات؟ كيف يقدر هذا الأب ينقل وليداته وهو المازوت غالي لأن رئيس الحكومة احتكر المازوت لنفسه؟ كيف؟ وطبعا ملي السي رئيس الحكومة كيبيع ويشري في المواطنين وكيبيع ويشري معاهم، وملي زاد في المازوت والغاز زادت في البطاطا وتزاد في المطيشة وتزاد في البصل وتزاد في كافة مناحي الحياة. كيف يعقل أن اليوم رئيس الحكومة كيقول المشكل ماشي عندي، المشكل عند الشناقة، يعني بذلك التجار الصغار وهو أكبر تاجر؟ طبعا ملي كتطلق السيبة وعدم احترام القانون من الفوق من رئيس الحكومة، علاش غتجي تحاكم الصغير؟ إخوة الأخوات، إن الأسرة غير بعيدة عن هذا الشيء، وهذا هو الأساس، هو معيشة المواطن. لأن لا يمكن وخا نجيبوا القانون ما جبناه، لا يمكن لأي قانون أن يحافظ على الأسرة إذا كانت المعيشة صعبة، لا يمكن. اليوم الحقيقة ديال الأسرة أمام الجدل الحقيقي الذي يجب على كل مواطن أن يتحدث فيه اليوم نهار هو: لماذا المعيشة غالية؟ لماذا القفة ديال اليوم أصبحت صغيرة بالمقارنة مع السنوات الفارطة قبل هذه الحكومة؟ لماذا؟ وخصو كل واحد يتساءل ويعرف أنه مستهدف، هو وأسرته مستهدف بهذا التضييق الذي تمارسه الحكومة يوميا على المواطنات والمواطنين. اليوم الإخوة الأمن لكافة حكومات العالم كتسعى إلى حماية ثلاثة أشياء أساسية. كل حكومة عندها ثلاثة أدوار أساسية: هو حماية الأمن الصحي للمواطنين. اليوم أي مواطن نجيو لوسط هذه القاعة الممتلئة أن نسأل: واش كتحس براسك مأمن صحيا؟ يعني إلى غدا مرضتي واش أنت مأمن على راسك صحيا أو لا خائف أنه يبقاو يسراو بك بين المستشفيات والسبيطارات والفلوس وشحال تأدي هنا وشحال تأدي هنا؟ إذن الحكومة فشلت في تحقيق الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين. الأمن الغذائي اللي هو الأساس. كيف يعقل وحنا في هذه المدينة الشريفة العفيفة وكنتجولوا فيديوهات وكنجبروا على أن مواطنات عفيفات كيقولوا حنا نموت جوعا
متى كان الجوع في المغرب أية أسرة سنحمي؟ أية أسرة سنحمي والناس أصبحت تشتكي من الجوع؟ اليوم بفعل هذا الغلاء أصبح الناس اللي كيتغدى ما كيتعشاش، وكاين اللي ما كيفطرش، واليوم في رمضان كاين مأدوبات فقيرة. هذا هو الخطر، وهذا هو الخطر المقصود به تهديم الأسر وتهديم الأمم. لذلك احنا خرجنا باش نقولوا يكفي من هذا الشيء. إذا كنا نريد فعلا أن نبني أسر فخصنا أولا أن نحمي معيشة المواطنين، وأن نحمي صحتهم، وأن نحمي تعليمهم، وأن نوفر لهم الشغل. كنتحدث على تطوان لأن تطوان اليوم أنا فيها، ولكن هي نموذج لكل ما يقع في المغرب. اليوم في تطوان مثلا باش نشوفوا هذه الحكومة فعلا هل تريد لهذه الأسرة أن تستمر في المجتمع التطواني. مثلا ساكنة تطوان كان كيجيها رزقها من حيث لا تحتسب، إما من باب سبتة أو من المنطقة الصناعية، والناس عايشة بخير مطمئنة، وكانت الأسر مستمرة. شحال من أم ربت وليداتها من ديك باب سبتة، وشحال من أب ربى ولادو كبروهم وجوجهم من المنطقة. اليوم فين هي؟ أين هي المنطقة الصناعية؟ المعامل شدوهم، وعلمت من بين المعامل هي البرلماني الطالب العالمي، أنه علمت أنهم شادينهم، وبديت كنتساءل علاش هذه المعامل مشدودة والمستثمرين باغيين يجيو يخدموا. قال لك لا، هما كيتسناو شي تغيير في الوكالات الحضرية باش يرجعوا عمارات تما، والساكنة أين ستشتغل؟ وشدوهم رجعوا مهجورين. ايوا مزيان، شدينا باب سبتة، وهاد المواطنين فين هو البديل؟ من غتعيش هاد الأسرة التطوانية؟ من أين ستعتاش حتى تستمر؟ واليوم قبل ما نجي حاولت ما أمكن أنني نتساءل في محكمة الأسرة مع الزملاء المحاميات والمحامين، وقالوا لي تصوروا على أن نسبة الطلاق ارتفعت إلى حدودها القصوى بعد إغلاق باب سبتة، وأن نسبة الطلاق وصلت حدا لا يطاق، وأن جرائم الفساد قد ارتفعت في المدينة العفيفة بعد هذا المشاكل. لأن طبعا كاد الفقر أن يكون كفرا. من اللي تشد على الناس وما تخلي ليهمش البديل، اش غيعملوا؟ الأسرة ستتدمر، لأن ما قدرش الأب والعائلات ما قدرش تستمر مع بعضها. وإلا خليتين هاد الأم بحال القطة، الأم التطوانية العفيفة، خليتي للأبناء بالجوع والعطاش، غدا عمال كتدفع إلى الفساد. اللهم هذا منكر. هذا هو الإشكال الحقيقي. لماذا ارتفعت نسب الطلاق؟ لأن هذه الأسر يضغطون عليها من جميع الجوانب. طبعا ونحكي لكم اليوم نفضحوا الأمور، نحكي لكم من السنة الفارطة من رمضان الفائت جينا وشوفنا الحالة المدينة وقلنا احنا كحزب خصنا نعملوا شي حاجة، خصنا نقضوا هذه المدينة التي تموت بين أعيننا. ومشينا في جولة إلى البرتغال وتلاقينا برئيسات ديال بلدية بورتو، إحدى أغنى البلديات، وقالت لي بأنها مستعدة على أنها تصيفط حوالي 200 إلى 300 مستثمر صناعي. وجينا فرحانين وعيطنا المسؤولين في المدينة
وقلنا جاب الله واحد المنفذ. الله يجازيكم، عطيونا شنو قادرين تعطيونا هاد الناس راه باغيين يجيو. هذه 300 معمل تطوان تخدم ونصيفطوا للجنوب المغرب وكذا، الى غير 100 معمل غنقضيو على البطاله في جميع المجالات. وهذا الشيء موجود على صفحاتي، موجود اللي كيكذب هذه اللقاءات منقوله على المباشر. وقلنا بانه حنا جبنا لكم هذه الامكانيه، وعملنا لقاءات اخرى مع الرئيس اكبر تجمع للتعاونيات في العالم، باش اللي كتعمل شي منتوج تجبر اسواق دوليه فين تبيعوا. اي تعاونيه في المدينه تجبر اسواق في اوروبا باش تبيع، باش يكثر المدخول. وقلنا له مع الاخوان هذه المؤسسات الدوليه باغا منكم غير اشاره، اعطيوهم شي طرف الارض، اعطيوهم شي ها هما تما مهجورين، انقاذا للاسره التطوانيه وانقاذا للاسره المغربيه. اليوم حنا سنه باش عملنا لهم هذه المراسلات، الى يومنا هذا لم نتلقى حتى جواب، لا من رئيس جماعه تطوان ولا من البرلمانيين تطوان ولا من السيد الرئيس ديال المؤسسات التشريعيه الطالب العالمي نهائيا. والناس اوروبا مشاو لدول اخرى، وبالتالي خصنا نعرفوا بان الامر ممنهج ومقصود به تدمير الاسر المغربيه. الاشكاليه ماشي في الاستثمار، الاستثمار باغي يجي. الاشكاليه ماشي في الشغل، الشغل باغي يجي. الاشكاليه ماشي في الامكانات، الاشكاليه ان هناك اراده حقيقيه للتضييق على هذا الشعب والتضييق على هذا المواطن. ما يكذبوش عليكم ويقولوا لكم هذا اسباب الحرب اوكرانيا. حرب اوكرانيا تسالات، وفي راسكم المواد الغذائيه والمعيشيه في اوكرانيا ارخص من المغرب. ما يكذبوش عليكم يقولوا لكم هذا التضخم، الفلوس ما بقاوش كيسواو. هذا ماشي التضخم، هذا التواطؤ ما بين الحكومه وما بين التجار الكبار اللي هما اعضاء في الحكومه. اليوم وزير التعليم هو اللي كيبيع الحلوى الكبير، اليوم برلمانيين بهذا الحزب، هذا حزب التجمع الوطني الاحرار، هما كبار تجار الدجاج، هما اللي كيجلسوا باش يزيدوا في الدجاج. نهار اللي عرف ان الدجاج زاد ب10 دراهم، عرف ان جوج تجار كبار في حزب التجمع الوطني الاحرار قرروا الزياده عليك، ماشي التضخم. اليوم خصك ايها المواطن تعرف من يتآمر على جيبك وعلى اسرتك، خصك تكون الامور واضحه. هذا هو الاشكال الحقيقي. لهذا الاسره لم تعد قادره على ان تستمر، لهذا لم يعد الاب والام قادرين على تربيه الابناء، لهذا ارتفع منسوب الطلاق، لهذا ارتفع نسبه العزوبه. لهذا خصكم تعرفوا ان الاحصائيات الاخيره ديال مؤسسات معتمده ودستوريه ووطنيه صرحت بان معدل الخصوبه في تدهور مستمر. معنى الخصوبه معناه انه ما بقاش الولادات، ومعناه انه الى هبطنا الى واحد المعدل خطير هو اللي وصلنا له، معناه ان الامه المغربيه بشكلها الحالي مهدده بالانهيار الى ما رجعناش الاسره وما رجعناش التوالد بين المغاربه. لذلك